نهني أهلنا في عموم السودان بعيد الاستقلال، ونسأل الله أن يعود علينا بالأمن والأمان والسلام والسلام في الوطن، وأن الله يجمع شمل السودان بخير ويكفينا شر الفتن. نحن أهل شرق السودان شغالات كلها شغالات نحن أهل شرق السودان، نحن اليوم مستعدين للوقوف بكل إمكانياتنا وقدراتنا لحقوقنا ومطالبة بحقوقنا لا يمكن نفرط فيها. أهل شرق السودان اليوم هم طبعا أهل حق، واللي طالب بحقه ما في زول يلومه ولا زول يتعدى عليه. نحن نطالب بحقوقنا كاملة غير منقوصة. نحن المواضيع اللي حصلت والتهميش اللي حصل في سابق الأزمان نحن بعد ذا إن شاء الله ما يعني نسكت عن حقوقنا ولا نجامل فيها أصلا. الله أكبر. أهل شرق السودان اضطهدوا كثيرا وظلموا في حقوقهم وتهمشوا وأغصوا عن حقوقهم، واليوم حنا نقف وقفة رجل واحد إن شاء الله. نحن مع السودان إذا كان السودان جمع شمله على خير، وإذا توافق على دولة مستقرة ودولة يعني رشيدة تدي كل ذو حق حقه. نحن والله من بدأ مفاوضات جوبا نحن دلينا براينا ودينا راينا في الناس اللي يمثلونا في مفاوضات جوبا. الناس اللي مثلونا في للأسف الشديد في مفاوضات جوبا هم طبعا يعني ظلموا حقنا في جوبا، ظلمونا في مفاوضات جوبا. نحن لا نقبل بمسار جوبا، ونحن عايزين منبر تفاوضي يجمعنا ويدينا حقوقنا كامل.